السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ماسك بول. يعني قبل ما نبداو في هذا الفيديو نشكركم كثير على وصول القناة ل1000 مشترك والدعم اللي قدمتوه لنا. اليوم راح نتحدث على قضية نعتبرها قضية الساعة بالنسبة للاعبين الشبان اللي راحوا للبلدان الأخرى. اليوم راح نتحدث على قضية اللاعب اللي راه ينشط في البطولة القطرية وهو فريق شمال القطري. راح نتكلموا على اللاعب محمد رفيق عمر اللي في الآونة الأخيرة يعني بعث برسالة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وقال بأنه ما يزيدش يشارك مع المنتخب الوطني ويرفض يعني استدعائه إلى المنتخب الوطني بعد ما كان في القائمة الموسعة للفريق الوطني بقيادة بيتكوفيتش. ونشوفوا قبل نشوفوا هذا البيان للاتحادية الجزائرية لكرة قدم حول هذه القضية. شوفوا معنا. تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم مراسلة من نادي شمال قطر يبلغه فيها بقرار لاعبه الجزائري محمد عمر رفيق التخلي عن تمثيل المنتخب الوطني الجزائري ووضع حد نهائي لمسيرته الدولية. وقد أكد اللاعب قراره برسالة موقعة منه مرفقة بمراسلة النادي. يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استغرابه لهذا القرار ويأسف لاختيار محمد عمر رفيق الذي استفاد من تكوين في أكاديمية الفاف وحمل الألوان الوطنية في الفئة الشبانية. سيظل تمثيل المنتخب الوطني شرفا متاحا لكل من يسعى للدفاع عن ألوان الجزائر بكل التزام واعتزاز. هذا كل ما جاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وفي تطورات جديدة أخرى حول هذه القضية، بعض الصحفيين قاموا باتهام نادي بارادو وبالخصوص الرئيس السابق خير الدين زاتشي من أجل تجنيس هذا اللاعبين في قطر وذلك بتحويلهم إلى النوادي القطرية. وبعض الصحفيين يعني تهجموا على شخصية خير الدين زاتشي وقالوا له بأنك فيه مشروع حقيقي لتجنيس اللاعبين إلى البلدان القطرية. وهذا ما فنده فريق نادي بارادو ودار يعني بيان وفند كل هذه الإشاعات وقال بأنه نادي بارادو يعني راه يشتغل من أجل الكرة الجزائرية وتطوير هذا اللاعبين لاستفادة الجزائر والفريق الوطني من هذا اللاعبين. وفند كل هذه الأخبار وقال بلي هناك أطراف تسعى بضرب استقرار هذا النادي وذلك من بانتشار هذه الأخبار المغلوطة. وقال بلي نادي بارادو دائما يعتبر أنه مشروع ناجح في عالم التكوين بالنسبة للفريق الجزائري، يعتبر هو الفريق الوحيد اللي أعطى كثير لاعبين للمنتخب الوطني والشبان مثل يعني عطال بن سبعيني والكثير. وقال بلي فريق اللي يركز كثير على تكوين هذا الشبان من أجل تدعيم الفريق الجزائري، وهذا الشيء اللي فندو حسب البيان اللي داروا مؤخرا. وفي الأخير ما تنسوش ابونيو للقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.